السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أستاذ أسامة وإلى ضيفك وإلى مشاهديكم. حياكم، أهلا بك. عندي كم سؤال من ضيفك أسأله رجاء لو سمحت. أولا أسأل ضيفك هل تعتقد بالمهدي؟ وعنده أحاديث صحيحة يذكرها مسند أحمد بن حنبل والبزار وآخرون بأن المهدي خليفة الله. ممتاز. فكيف المهدي يأتي بالنص أو بالشورى؟ يعني يأتي في آخر الزمان، وهي مذكورة من النبي في رواية صحيحة. طيب ممتاز. يعني أخي الكريم يا أبا نجم، أنت سألت الدكتور الآن عن عقيدته في المهدي، فسأسأل الدكتور عن عقيدته في المهدي، وهل سيخرج المهدي سيولد ولادة عادية وينشأ نشأة عادية ويصلحه الله في ليلة، أم أنه ولد ولادة غير عادية ودخل السرداب؟ ما عقيدتك أنت في المهدي حتى يستطيع الدكتور أن يبني عليها؟ هل عقيدته من عقيدتك أم تختلف؟ ما عقيدتك أنت في المهدي؟ أستاذ أسامة. نعم معك، اتفضل. ما عقيدتك في المهدي يا أبا نجم؟ يا أخي العزيز، أنا سألته هل تعتقد المهدي خليفة الله كما يذكره النبي، كما قاله أحمد بن حنبل والبزار وصححه الألباني. طيب أنت الآن السؤال، طيب السؤال سيجيب عليه الدكتور، لكن أنت الآن ماذا تعتقد في المهدي؟ الله يبارك فيك. دعني يا أخي العزيز، دعنا أن نتفق على كلمة واحدة. هل المهدي تعتقدون أنه خليفة الله أم نعم أم لا؟ الدكتور سيجيب. اسمعني، الدكتور سيجيب، لكن أنا ألزمك أنت أيضا الآن. هل ترى أن المهدي سيحكم حينما يخرج المهدي سيحكم بشريعة آل محمد أم بشريعة آل داود؟ يا أخي دعنا من هذا. لا لماذا أدعك؟ تفضل يا دكتور، هو معك. يفترض أن تناقشنا فيما طرحناه من الإساءة إلى أهل البيت. نحن أوردنا نصوصا تتحدث عن الإساءة إلى علي بن أبي طالب، والإساءة إلى فاطمة، والإساءة إلى حسن، وقلنا أن هذا لا يليق بمذهب يجعل من أهل البيت أناسا معصومين مكرمين منصوص عليهم من الله بالإمامة. ولكنك أردت أن تقودنا إلى الحديث عن المهدي. نحن تحدثنا في حلقات سابقة عن المهدي. المهدي هو اسم مفعول من هدى، فهو مهدي، يعني هداه الله سبحانه وتعالى. وهذا المهدي سلسلة من المهديين يظهرون يجددون لهذه الأمة أمر دينها إلى أن يظهر في نهاية الدنيا مهدي من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب، وليس من نسل الحسين بن علي بن أبي طالب، فيملأ الأرض عدلا ونورا كما ملئ ظلما وجورا. وهو رجل يصلحه الله في حينه، ويولد ولادة طبيعية ويظهر ظهورا طبيعيا عند من يقول بظهور هذا المهدي. وهنالك أناس من أهل السنة يقولون أن المهدي هذه من تسربات الفكر الشيعي إلى الفكر السني. وابن عاشور يقول أن قضية المهدي ليست ركنا من أركان الإسلام ولا ركنا من أركان الإيمان، وأن من قال بأنه لا يظهر فلا يخرج من دائرة الإسلام ولا يفقد الإيمان. أما المهدي عند الشيعة فهو قد ولد واختفى وغاب غيبة صغرى، وهو الآن في غيبة كبرى، وهو الإمام المنتظر ابن الحسن العسكري الذي هرب خوفا من بني العباس وما زال خائفا حتى هذه اللحظة، يرانا ولا نراه،
يسمع المضطر إذا دعاه وينفع ويضر، هذه العقيدة وهذا المهدي لا أؤمن به، وأظنه وأقوله حقيقة أنه مختلق وغير موجود أصلا.